قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم، نسأل الله أن يفرج عنهم. السلام عليكم. الفلوس من ساعة ما تم اختراعها وهي قلبت موازين العالم حرفيا، وكان لها دور كبير على حركة الاقتصاد والسياسة وإعادة تصنيف دول العالم. خلت دي دولة غنية، دي دولة فقيرة، ومع الأهمية الكبيرة دي للفلوس، لو جه يوم من الأيام اختفت الفلوس كلها، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ أهلا بيكم، أنا مصطفى بسيوني من قناة سؤال في السريع. لو لسه جديد في القناة معانا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في اللحظات الأولى لاختفاء المال، إن المحلات التجارية كلها والسلع هتبقى بلا مقابل. محدش من أصحاب السلع لسه عنده فكرة هيتصرف في السلع بتاعته ازاي. الناس هتبدأ تتقاتل على السلع لأنها بلا مقابل، لكن ده مش هيدوم كتير، وكام يوم والعالم هيرجع يهدى تاني. بالرغم من أهمية المال إلا إنه سبب كتيرة في مشاكل في العالم، أهمها الحروب على الفلوس. مفيش فلوس مفيش حروب، وده بدوره هيتسبب في فوضى كبيرة جدا. وإحنا كبشر صحتنا النفسية هتتحسن كتير في ظل اختفاء الأموال. وفي دراسات كتيرة إن الأزواج اللي بيتناقشوا في موضوع الفلوس ومصروف البيت بتكون نسبة طلاقهم زيادة عن الأشخاص العاديين. ده غير بقى ان كل انسان فينا هيبدأ يتعلم مهارة ويطور من نفسه عشان يكون عنده مهارة عشان يعرف ياكل ويشرب. موضوع المهارة ده بقى يودينا المصطلح البشرية استخدمته وهو نظام المقايضة. اشرح لك، انا مثلا فلاح معايا قمح وانت دكتور، تعالجني واديك قمح، كان نظام مقايضة، والنظام ده هيخلي العالم يعيش في سلام. لكن في الحقيقة نظام المقايضة ده مش هيدوم كتير، لأنه لو كان نفع كان دام السنين اللي فاتت وما كانش حد اخترع المال. اتفاق المال ممكن يكون مريح وليه إيجابيات على بعض الأفراد، لكن مفيش حياة هتدوم بدون مال. لأن لو كان في نظام نفع كان نفع السنين اللي فاتت كلها، ولو المال اختفى في يوم من الأيام الناس هترجع تشتغل وتصنع الفلوس. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش بقى اللايك الجميل واشتراك في القناة.